كلشي كيتواصل معاه زعما باش يقول لها راه الاخ اخر الروح ديالو 3 ايام والروح ديالو كتطلع وتهبط، كيتسنى في ولادو. ما بغاتش تجيب ولادها. شكون اللي باقي عاقل على داكشي اللي وقع للشاب بدر الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار؟ القضيه ديالو غادي تتكرر مره اخرى على يد ولد الفشوش، والمساند ديال هذا الاخير في هذا الشيء هي زوجة محمد أمين اللي مشى عند الله البارح. دعواتكم معاه بالرحمة. لا الولد ما عمرها ما طلعت عليه، ما عمرها ما جابته، ما عمرها ما جابته، تجي غير على الاقل تطلع عليه وتجيب غير دوك الدراري تعرقت عليهم. ما بغاتش، الله ياخذ فيها الحق. هاد القضية رونات الرأي العام حاليا، حيت مستحيل ما تتعاطفش معاها وما توشيكش التفاصيل ديالها. كيف ما سمعتوا على لسان عائلة محمد أمين، هاد الزوجة اللي في حالة سراح مؤقت حاليا ما كفاهاش اللي طراو زيداها بالوقاحة وبرودة الدم، ورفضات رفض تام بالرغم من جميع المحاولات ديال الناس اللي توسطوا أنها تخلي المرحوم يشوف ولادو قبل ما ينتقل لدار البقاء. مع السيد كتقول ليه ياك لاباس، ياك اش واقع، هي كتسول هي كتقول لك زعما اش واقع، او انت ما عارفه شنو واقع، انت كنتي في المحكمه ولا بي جي والروينه وما عارفه شنو واقع. حسبي الله ونعم الوكيل. سعيده بحال صراحه. كان امين كان كيقول على ود ولادو ما يشتتش ولادو، اما هو كان كيشك شحال من خطره، وهي كتمشي لدارهم كتغبر وكيجيب عاوتاني نفس سميتو. ضيعتني وضيعت ولادو، دوك الولاد دابا تنوب ديال من الله يا ربي. القصه وما فيها انه حس الزوجه ديالو تبعها لقاها في الطوموبيل، مول الطوموبيل حرك الطوموبيل داز مسكين محمد امين في الراس. الزوجه ديالو هربات بغات تهز ولادها وكانت بغات مشات لمحطه، اعتقد محطه طرقيه او محطه ديال القطار اذا صح التعبير، بغات تهرب. شي كاين في المحاضر 3 ايام ديال الوقت كيتسنى شي حد يجي يتوالى مع زراق مسكين، كيتسنى ولادو حيت تشبت بزاف بولادو. ملي دوينا معاها ودوا مع الناس الناس صحابنا العائله كلشي كيتدخل، ما بغاش. تم الاعتقال ديال صاحبها العلاقه ديالو معاه بدات لانه هي كتخدم في ريستورون، وهذيك الريستورون اللي كتخدم كيجي كياكل عندهم، وهذيك الريستورون قريبه لواحد البلاصه معروفه في الدار البيضاء اللي هو اكبر سوق ديال الاسماك، هو من تاجر احد من تجار الاسماك بشكل كبير. تما فين تعرفت عليه وبدات معاه العلاقه. صراحة واقعة أثرت فيا أنا شخصيا، ومن هذا المنبر كنتقدم بالتعازي لعائلة المرحوم محمد أمين، والله يرزقهم الصبر. عاد مع وقفة الجمعة خالته دخلت عنده قالت ليه راه معاد راه مشى كيجري تقاتل ما خلى ما دار، راه ما غاديش تشوف وليداتك ويتوريهم ليه في التصاور، وراتهم ليه طلعت ديالو ديك الساعة، طلعت ديك الساعة شافوها. تهنيتي دابا تهنيتي، الله ياخذ فيك الحق. وثقتنا الكاملة في السلطات باش يتخذوا الإجراءات اللازمة في حق هاد الجوج اللي عود قليلة في حقهم، وغادي يبقاو عبرة لأي واحد ووحدة غاديين في طريق الحرام اللي أكيد ما كيجي الوقت وكتسالي بنهاية خايبة بزاف. الاعترافات ديالو كيقول بأنه كيعرفها مدة باش كيعرفها، والكاميرات موثقين انها كانت معاه في الطوموبيل. كاميرات كاينين تما، وبانها فاش طلعت الطوموبيل كاين كاميرات كيشدوا، حيت كاينين كاميرات بزاف تما في داك الباركينغ. فويس ليك، صوت مني ليك.